السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين الاخوات؟ لاباس عليكم؟ تنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتتشاهدوا هذا الفيديو. كنقول لكم من هذا الفيديو برك عواشركم والله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه. كاع الخواتاتي كاملات اللي كيشاهدوني انا كما كتشوفوا غنشارك معكم الطريقه ديالي في الشباكيه. عندي هنا واحد 2 كيلو ديال الدقيق. هنا البنات غندير نص كاس ديال النافع. نص كاس اخواتاتي كما كتشوفوا راه ما عامرش الكاس، غير نصو. وغندير نص كاس ديال حبة الحلاوه. وجوج عواشق ونص ديال القرفه وزلافه ديال الشجلان بطبيعه الحال اللي طحنتها مزيان مزيان حتى ولات بودره. ودابا غنخلط هادشي مزيان. عاد غنضيف الزيت والزبده. نخلط هادشي مزيان اخوتي، ما نضيفش عليه الزيت. عاد غنبدا نعجن. ما احسن حاجه تبسبسوا الدقيق مع ديك حبه الحلاوه والنافع، عاد تضيفوا المكونات الاخرين. وانا البنات قبل ما ننسى، راه عندي هنا واحد شويه ديال المسكه الحره اللي طحنتها مع واحد شويه ديال السكر ولحتها. ودابا غنخلط هادشي مزيان. عاد غنضيف الزيت وهنا كما كتشوفوا عندي واحد الزلافه ديال الزيت ديال الاكل. وغندير هنا زلافه ديال الزبده اللي دوبتها. ودابا غنخلط هادشي مزيان بس مزيان هاد الدقيق. هذا غنضيف ما زهر وهنا كما كتشوفوا راه بسبستها مزيان بديك الزيت حتى شربت ديك الزيت والزبده. عاد غنضيف ما زهر هنا البنات. غندير واحد شويه ديال الخميره ديال الخبز. درت غير شويه ما كثرتش. وهنا البنات كما كتشوفوا عندي الخل. غندير 2 عواشق ديال الخل. وهنا البنات عندي كاس تاع الماء اللي درت ليه زعفران الحر. ودابا هنا البنات غنكب قرعه ديال الماء زهر وغنبدا نعجن. هنا البنات كما كتشوفوا راه عجنت غير بما زهر وداك الكاس تاع الماء صافي، ما عقبتش ضفت الماء. غير هادوك 2 قرعات ديال الماء زهر وكاس تاع الماء كفاوني باش نعجن العجينه ديالي كامله.
والبنات اللي بغاو يديروا غير مثلا كيلو ديال الدقيق ولا 2 كيلو ديال الدقيق ينقصوا من المقادير، ولكن يكثروا من حبه الحلاوه والنافع والقرفه كتجيب شباكيه زوينه. وراني بحال الزيت والزبده يدير الواحد غير كاس الا كانت مثلا الدقيق قليل. وهانتوما كما كتشوفوا البنات ملي عجنتها مزيان ودلكتها مزيان ودابا كما كتشوفوا خليتها ارتاحت واحد شويه وغنعقب تاني ندلكها. هي البنات كما كتشوفوا راه ضروري تدلكوها وتعقبوا تفرقوا العجينه باش تجيكم ساهله في الدليك. انا كما كتشوفوا راه فرقت العجينه جاتني كبيره بزاف وفرقتها باش ندلكها مزيان. ومني دلكتها مزيان غطيتها بواحد الميكا وخليتها تحت واحد مده ساعه وعقب تاني دلكتها عاد غنغطيها بميكا وندوز نشعلها باش نشبكو. هانتوما كما كتشوفوا العجينه ما قاصحه بزاف وما رطباش بزاف. الا كانت رطبه بزاف غتجيكم الشباكيه رطبه ملي كتكونوا تاكلوا فيها ما تكونش تاكلوها مقرمله. ودابا البنات غندوزو التشبيك. هذه هي اصعب حاجه، اما القليان البنات راه تيكون ساهل غير فاش تعجني وديري الدلاك وتبداي تشبكي اللي كتكون شويه صعيبه. هنا البنات انا غنستعمل غير الدلاك، ما متوفرش عندي الماكينه ديال الشباكيه. وراني البنات اللي عندهم الماكينه ديال الشباكيه راه غتجيكم البنات ساهله باش تطلقوها. وهذا هو الرق ديالها البنات، ما خليتهاش غليظه بزاف. دابا غندوز نقطع دوك الجوانب اللي تيكونوا خاسرين. وهنا البنات كما كتشوفوا غندير 5 الاشريطه. وانا غنشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنشبك الشباكيه. كنهز الاول كنديرو في الثاني على هذا الشكل، وكنهز الثاني كنديرو في الثالث، وكنطلق الاول اللي قدامي وكنديرو في الثالث على هذا الشكل، وكنشد دوك الجوانب مزيان باش ما تحليكم الشباكيه فملي كتبداو تقليو فيها. ودابا كنبدا نصايبها بحال هذا الشكل، وكنبدا نحطها بحال هكا فوق الخامه وكنبدا نفك فيها مزيان، وكتجي التشبيكه ديالها زوينه. وحتى هاد التشبيكه ساهله، كاينين بزاف ديال التشبيكات اللي مثلا الا ما بغيتوش ديروا هذه ديروا طريقه اخرى. هانتوما التحية ديري سميتها لا غناكلو كسكسو. انا غنعطيك ودابا غندوزو لمرحله القليان. كما كتشوفوا راه خليتها حتى نشفات مزيان، وعدا غنبدا نقلي فيها البنات. هنا كما كتشوفوا النار مهيله، ماشي مهيله بزاف، بين وبين، وغتخليو ضروري الزيت حتى تسخن عاد تبداو تضيفوا الشباكيه ديالكم. وهنا كاينه دايره في هاد الجميله العسل. كما كتشوفوا البنات العسل رانا نصايباه في الدار، ما شريتوش، خليته شويه خاطر واحد شويه باش يتشرب الشباكيه تشرب العسل.
هنا البنات ملي كتكونوا تلوحوا في الشباكيه في الزيت كتنفخ وكدير واحد الفقاعات. اللي دار دوك الفقاعات عرفوا راه الشباكيه ناجحه لكم وغتجيكم مجعبه من الداخل وغتجيكم شاربه العسل. هانتوما كما كتشوفوا كيفاش جات، شوفوا راه تنفخات ودارت دوك الفقاعات. وهنا البنات ضروري تبقاو مقابلينها، ما تخليوهاش تحرق ولا تحمر بزاف، وغادي تحيدوها وديروها في العسل. كتعطي واحد اللون ماشي ذهبي، كتعطي واحد اللون احلى، وحتى في المذاق كتجي مره. داكشي علاش كنصحكم تخليوها غير تحمر واحد شويه وحيدوها تحطوها في العسل. ندير الفيديو. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو اللوين ديالها. دابا غنحيدها ونطفيها في العسل. هانتوما كما كتشوفوا اللوين ديالها كيفاش كيجي. ودابا هنا غنطفيها في العسل، وماشي غديروها في العسل وتعقبوا تهزوها بالزربه باش ديروها بالشبكه باش تصفيوها، لا، خليوها تشرب داك العسل مزيان عاد حيدوها من العسل. وهذا هو الشكل ديالها النهائي. كما كتشوفوا كيفاش جات اللوين ديالها زوين. هانتوما كما كتشوفوا راه جات مجعبه من الداخل وجات طايبه وجات زوينه وبنينه. يا ريتكم كنتوا حدايا نذوقكم منها. انا غنفتح معكم واحده وحيده باش تشوفوا كيفاش جات هشيشه وجات رطيبه وجات زوينه من الداخل وشاربه العسل. هانتوما كما كتشوفوا كيفاش جات. نتمنى من الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، ومع فيديو قادم ان شاء الله.